كل شيء. هسه منو واللي خرج على التلفاز يقول هو اللي اقدر ما اقدر اذكر اسمه، هو القائد الميداني اللي هو بداخل فلسطين، يقول لهم يا حثالة الامم، حاشا من اقول بوجهه، وينكم؟ باستثناء حزب الله وباستثناء اليمن وباستثناء الجمهورية الإسلامية الإيرانية ماكو أحد يساعدنا. مع العلم أبو عبيدة هو سني والسنوار سني، لكن إلى الله المشتكى يا حاج عقيل، ما يقتنعون. هسه قبل شوية هذا اللي خرج، هاي الأخلاق مال الوهابية. ونشكي إلى الله، نشكو إلى الله، لكن احنا والله نتعلم، والله الذي لا إله إلا هو، شيعة الإمام علي هم الحق عليه السلام، هم اللي قاعد يقاتلون عن المسلمين. زين انتم تقولون على ايران دولة فارسية، ليش تردون من عنده تضرب؟ ما تضربون انتم، ما تقاطعون انتم، ما قبول تقشكم انتم، حش اسمنا اقول بوجهه. فانا انقل تحياتي وتحياتي لكل المستمعين. لكن استاذ عقيل سؤال اقدر اسال؟ تفضل حبيبي تفضل. نعم، بالنسبة لنا هسه لمشايخنا، ليش ينطون العذر العمر ابن الخطاب عندما يقول للنبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يهجر؟ ليش يدورون مبررات؟ طبعا سؤال. طبعا يدورون مبررات، لأنه هو الرمز عندهم، إذا سقط سقطوا، فيبحثون عن مبررات. وإن كان شتم رسول الله وإن كان تجاوز على رسول الله ما عندهم مشكلة. يعني وإن تعدى على رسول الله زين، نعم، على شنو يستندون؟ نعم، هو المقدم. هم قدموه على الله، مو فقط على رسول الله، على الله قدموا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومحبة الكرام، هاي القرآن هنا، القرآن الكريم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. الآيات واضحة. الفساد الأول، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. هذا الوعد انتهى، هذا من أيام نبوخذ نصر انتهى.
هذا الفساد الثاني الآن. الفساد الثاني هذا، فإن عدتم عدنا. احنا الآن نترقب إن شاء الله، نترقب النهاية إن شاء الله. ما شاء الله عليك شيخ أستاذنا العزيز على القراءة الجميلة. الله أحسن يحفظك. واجدت والله. نترقب النهاية إن شاء الله. أحسن نعم الله نعم. إليك. نترقب النهاية إن شاء الله. نحمد الله ونشكره. استاذ عقيل، اذا مو زحمه ومن رخصه المشاهد، من هم الذين دخلوه اول مره كما دخلوه اول؟ جماعة نبوخذ نصر. شنو هاي؟ طبعا طبعا. ايش يقولون لنا؟ يقولون لنا عمر بن الخطاب. لا حبيبي، وكان وعدا مفعولا. هذا كان دا يقول لك وكان وعدا مفعولا، يعني تم. هذا يا رجل علاقه بالموضوع. هذا اي نعم نعم. لا يا حبيبي لا. نعم. الأول هو اللي جابهم إلى بابل فإن عدتم عدنا. كذلك تنطلق المسيرة هم مننا، هم من هاي المنطقة. نعم. تنطلق المسيرة، هاي معروفة هاي. نسأل نعم. الله سبحانه وتعالى، مذكور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت أقدام الموالين لمحمد ولآل بيت محمد ويسدد. اللهم آمين. اللهم آمين. أبصاره وأنظار الظالمين عن الأخوة المجاهدين. اللهم اجعل رمي أعداءهم هباء منثورا يا رب، حق محمد وآل محمد. يا الله يا الله يا الله. يا الله. اسمح لي اقرا بس هذه الايه استاذ عقيل على المطبعين، جزاك الله خير. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء، بعضهم اولياء بعض، ومن يتولهم منكم فانه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أحسنت. أحسن الله عليكم. أحسنت، جزاك الله. هذا المدينة المنورة. ايش بيك انت؟ المدينة المنورة ايش بيك انت؟ ايش بيك انت جاي تهرج؟ ايش بيك؟ ما تقول لي ايش بيك؟ ايش بيك يا وهابي؟ ايش بيك يا صلعمي؟ يا صلعمي ما تقول لي ايش بيك؟ ايش بيكم الصلاعمة هايجين انتوا؟ ايش بيكم هايجين؟ الغدة تيجي عندهم استاذنا العزيز، الغدة تيجي عندهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. أحبتي الكرام، جزاكم الله خير. أنا شو ما أدري يعني خلي نقرأ دعاء أهل الثغور. يلا إذا عندك الحق دولة تقدر تقرأ أنت، إذا ما تقدر أنا أقرأ. الله يحفظك. كيفك أنا دكتور خادم؟ أنا هذه الآيات يعني الذين طبعوا يعني طبق الأصل. دعاء أهل الثغور. لا يمك بعد أنت يمك. يلا بس أحبتي الكرام، يعني أقسم عليكم بالذي رفع السماء بلا عمد، توجهوا بقلوبكم. توجهوا. إذا أكو يمك أحد قاعد هم خلي يسمع وياك، يعني يكون يقرأ ويانا إن شاء الله. هاي يعني للنصرة إن شاء الله. يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآله، وحصن ثغور المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرز حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، وأعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وآله، وعرفهم ما يجهلون، وعلمهم ما لا يعلمون، وبصرهم ما لا يبصرون،
وبصرهم ما لا يبصرون. اللهم صل على محمد وآله وانسهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور، وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب أعينهم، ولوح منها لأبصارهم ما أعددت فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف الثمر، حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم، اللهم افلل بذلك عدوهم، اللهم افلل بذلك عدوهم، وأقلم عنهم أظفارهم، وأقلم عنهم أظفارهم، وأقلم عنهم أظفارهم، وفرق بينهم وبين أسلحتهم، واخلع وثائق أفئدتهم، وباعد بينهم وبين أزودتهم، وحيرهم في سبلهم، وضللهم عن وجههم، واقطع عنهم المدد، وأنقص منهم العدد، واملأ أفئدتهم الرعب، واقبض أيديهم عن البسط، واخزم ألسنتهم عن النطق، وشرد بهم من خلفهم، ونكل بهم من وراءهم، واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم، ويبس أصلاب رجالهم، واقطع نسل دوابهم وأنعامهم، لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقو بذلك محال أهل شيعة أهل الإسلام، شيعة محمد وآل محمد، وحصن به ديارهم، وثمر به أموالهم، وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك، حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك، ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم اغزو بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين، وأمددهم بملائكة من عندك مردفين، حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرى، أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم وأعمم بذلك أعداءك في أقطار البلاد من الهند والروم والترك والخزر والحبش والنوبة والزنج والسقالبة والديالمة واليهود وسائر أمم الشرك الذين تخفى أسماؤهم وصفاتهم، وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل اليهود باليهود عن تناول أطراف الموالين، وخذهم بالنقص عن تنقصهم، وثبطهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم اخل قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة، واذهل قلوبهم عن الاحتيال، وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال،
وجبنهم عن مقارعة الأبطال، وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر، تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء، وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقذوف، وأفرعها بالمحول، واجعل ميرهم في أحص أرضك وأبعدها عنهم، وامنع حصونها منهم. أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك، ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى، فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح، وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر، وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط، واطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة، وانسه ذكر الأهل والولد، وآثر له حسن النية، وتوله بالعافية، وأصحبه بالسلامة، واعفه من الجبن وألهمه الجرأة، وارزقه الشدة، وأيده بالنصرة، وعلمه السير والسنن، وسدده في الحكم، واعزل عنه الرياء، وخلصه من السمعة، واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه، وصغر شأنهم في قلبه، وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة، فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسر، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين، اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره، أو تعهد خالفيه في غيبته، أو أعانه بطائفة من ماله، أو أمده بعتاد، أو شحذه على جهاد، أو اتبعه في وجهه دعوة، أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به، إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك من اليهود وغيرهم عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف، أو أبطأت به فاق في العابدين، وأوجب له ثواب المجاهدين، واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات، مشرفة فوق التحيات، صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها، كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، إنك المنان الحميد والمبدي المعيد
الفعال لما تريد. وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على اللهم محمد صل وآل محمد. على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أحسنت أستاذنا، أحسنت، بارك الله فيك. الله إليك. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على اللهم صل على يا الله. الله يحفظكم.